أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. احنا النهارده موجودين معاكم من داخل إحدى القلاع المشاهدة في قطاع الطاقة المتجددة، وهي شركة انفينيتي انرجي للطاقة، مع رجل التحديات، رجل المهام الصعبة، المهندس هشام الجمل، مدير عام الشركة ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بنبان. برحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. في البداية لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالمهندس هشام الجمل. هو طبعا في البدايه بشكر حضراتكم لاهتمامكم وابراز دور شركه انفينيتي للطاقه في المشروعات الطاقه، ودور جمعيه مستثمري الطاقه اللي انا بتشرف برئاسه مجلس ادارتها. الحقيقه طبعا احنا يمكن كشركه بدانا في 2013، وطبعا بصدور القرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2014 بتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة اللي تتمثل في الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية وكل ما هو خاص بالطاقة النظيفة. الحقيقة كان ده اهتمامنا، لأن ده احنا شايفين إن ده المستقبل اللي جاي سواء في مصر أو في العالم كله ناحية الطاقات الجديدة، طبعا لتقليل الانبعاثات والتلوث اللي موجود. وإن دائما وأبدا إن كل التوصيات اللي بتخرج في مؤتمرات المناخ هي توجه الدول ناحية الطاقات النظيفة، لأن ده طبعا بيمثل عبء كبير جدا على الشعوب الخاصة بالتلوث والكربون اللي بيمثل انبعاثات غير طبيعية والاحتباس الحراري في الجو. مهندس هشام، متى وكيف ارتبط اسم انفينيتي الجمل تاريخيا بصناعة الطاقة المتجددة؟ والله احنا زي ما قلت لحضرتك بدأنا في الاهتمام في 2014 في صدور القرار، وكان الدولة المصرية يعني احنا يمكن عندنا بعض المشروعات الكبيرة ومشروعات صغيرة فيما خاص بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فبدأنا طبعا كل المستثمرين بما فيها شركة انفينيتي ان احنا نتوجه على أول مشروع الخاص ببنبان، المشروع القومي اللي لا يقل أهمية عن السد العالي وقناة السويس. لما تصف مشروع بنبان بأنه يمثل بوابة مصر الرئيسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة؟ طبعا هو ده مشروع قومي كبير. زي ما قلت لحضرتك احنا بنتكلم في استثمارات ضخمه جدا، اكتر من 2 مليار و200 مليون دولار. حجم مساحه الارض ب 8843 فدان، 7 على مساحه 37 كيلو متر مربع، دي مساحه ضخمه جدا. بنتكلم في مشروع بينتج 1465 ميجا. هو المشروع خد جائزه افضل مشروع للبنك الدولي سنه 2019. بنتكلم في مشروع انتاج الكهرباء منه ما يقرب من 80-90% من انتاج الكهرباء من السد العالي. والحقيقه كانت هو البوابه، يعني المشروع احنا بنتكلم فيه اكتر من 14 مستثمر او مطور شغال في هذا المجال على مستوى العالم. بنتكلم مستثمرين اجانب، مصريين، مستثمرين اقليميين. وده كانت النواه او البوابه اللي بنقول عليها دايما اللي فتحت او جعلت كل المستثمرين التوجه ناحيه الطاقات الجديده المتجدده في مصر. مما لا شك فيه أن مشروع بنبان هو حدوتة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. يا ريت تحكي للناس ازاي تم التعاون وما نتائج هذا التعاون. هو طبعا احنا لما صدر هذا القرار وبدأنا كل المستثمرين يقدموا ان هم يعملوا في هذا المجال، تم تأهيل اكثر من 40 شركة للعمل في هذا القطاع. طبعا تم تخصيص ارض بنبان، احنا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك في مساحة كبيرة جدا. طبعا بنبان كانت الحقيقة يعني باكورة التنمية. بالظبط، لان اختيارها اختيار طبعا ممتاز، لان طبعا هناك نسبه سطوع بالظبط نسبه سطوع الشمس ممتازه في بنبان. خلينا نتكلم ان كانت التعريفه اللي صدرت من وزاره الكهرباء تعريفه جاذبه للاستثمار. احنا طبعا بنستلم الارض، هي حق انتفاع بنسبه 25 سنه من هيئه استخدام الطاقه الجديده والمتجدده بنظام حق الانتفاع 2%. بنضخ الكهرباء اللي احنا بننتجها على الشبكه القوميه الموحده تبع الشركه المصريه للكهرباء. وده بيمثل دور التعاون او الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. مهندس هشام، هل أضاف مشروع قوة عاملة جديدة؟ هو طبعا احنا المشروع خلينا نتكلم من في فترة الإنشاء احنا بنتكلم في ما لا يقل عن 15,000 عامل ما بين عمالة عادية وعمالة مدربة وفنيين ومهندسين وإداريين كانوا موجودين في هذا المشروع. احنا دلوقتي طبعا المشروع خد فترة الإنشاء أكتر من سنتين. احنا حاليا بنتكلم في فترة التشغيل والصيانة، عندنا 2000 عامل
ما بين دي عماله مباشره، وعندنا زيهم 2000 تقريبا عماله غير مباشره. احنا عملنا طبعا مساحات كبيره او يعني اهتمينا بتدريب العماله علشان نكمل لو في مشروعات اخرى، ودي حقيقه فعلا في مشروعات اخرى هتبقى في اسوان استكمالا لباقي المشروعات اللي هتطرح من وزاره الكهرباء سواء في جمهوريه في اي وقت في اي ارض في انحاء جمهوريه مصر العربيه. كيف نجحت في استخدام منهج التدريب التحويلي لتعظيم القيمة المضافة للعمال لديكم؟ هو طبعا احنا عملنا زي ما قلت لحضرتك قاعات كبيره جدا في المشروع. احنا عندنا شركه خدمات بتدير هذا المشروع. عملنا يعني بقينا ندرب العماله، لان احنا محتاجين جزء كبير من العماله تكون مدربه، لان طبعا الخبرات لازم تنتقل من النو هاو او الخبرات الاجنبيه للعماله العاديه تصبح عماله مدربه. بالاضافه ان الحقيقه في اسوان وزاره التربيه والتعليم او التعليم الفني انشا 4 فصول موجوده في مدرسه في بنبان اسمها تعليم فني للطاقه الشمسيه، بحيث ان الطالب يتخرج يتم عنده تأهيله داخل المدرسة. بالظبط كده. والحقيقه بيجوا ياخدوا تريننج وتدريبات عندنا في المشروع عمليه، وبنشرح لهم ايه اللي بيتم على اساس ان عند تخرج الطالب وياخد دبلوم صنايع قسم طاقه شمسيه يبقى عنده الفرصه يلاقي مجال عمل في هذا الطاقات، خصوصا ان شاء الله ده مصر هي متجهه ناحيه الطاقات الجديده والمتجدده. أعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس هشام الجمل، مدير عام شركة انفينيتي انرجي للطاقة ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بنبان، وبرحب بحضرتك معايا. اهلا بيك. مهندس هشام، هل لديك مقترح لتوفير عمالة الطاقة الجديدة والمتجددة أو بشأن سوق العمل الحديث؟ هو طبعا يعني احنا بنتمنى، احنا يعني هي المشكله الرئيسيه كانت بتواجهنا اكتر ان طبعا وقت الانشاء انت بتحتاج عماله كبيره جدا. للاسف طبعا وقت التشغيل والصيانه بتضطر بتنزل بحجم العماله، ومن هنا بنحاول نشوف فرص كبيره جدا مع وزاره الكهرباء بحيث ان عند طرح مشروعات كبيره خاصه بالطاقه الشمسيه نقدر نستعين بهذه العماله المدربه اللي وقت الانشاء ما لقيتش فرصه عمل اخرى. فان شاء الله يعني في اكتر من شركه موجوده برضو في اسوان، وموجوده يمكن في تخصيص بعض الاراضي في سوهاج وفي الوادي الجديد وفي جبل الزيت، بحيث ان نقدر نستعين بالعماله المدربه او العماله اللي فقدت فرصه العمل في الفتره دي ان احنا نستعين بيها ونشغلها في المشروعات دي تاني. بيتردد في أوساط صناعة الكهرباء المتجددة أن شركة انفينيتي انرجي ساهمت في تحقيق فائض من الكهرباء، ما حقيقة ذلك؟ هو طبعا احنا يعني خلينا نقول مش احنا بس عشان يعني نبقى يعني اكتر وضوحا، احنا طبعا كنا يمكن اول شركه عملنا اول 50 ميجا في بنبان، ودي اول 50 ميجا في تقريبا في افريقيا تضخ على الشبكه في كان نظام المرحله الاولى. بعد كده استكملنا ال 32 مشروع، احنا كنا اول مشروع من ال 32 وعندنا ده كان مرحله اولى. في المرحله الثانيه عندنا 3 مشاريع اخرى. لكن خلينا نقول بشكل عام ان اصبح الفائض بدخول الطاقات الجديده والمتجدده على الشبكه المصريه مع وجود مشروعات اخرى خاصه بالطاقات العاديه كمان، فاصبح عندنا فاحنا بنتكلم عندنا فائض تقريبا ما يقرب من 50% الدوله المصريه عندها فائض. وده بيساعد على حاجتين: زياده التنميه في مصر ان تقدر تفتح مدن جديده مصانع، ويديك الفرصه كمان ان انت تصدر هذه الطاقات لدول المجاوره. مما لا شك فيه أن مشروع بنبان الشمسي كان سببا لتعظيم القيمة المضافة للاستثمار في طاقة الشمس. كيف يرى ذلك
المهندس هشام الجمل. هو خلينا نقول طبعا ده يشهد لوزاره الكهرباء ان طبعا احنا اتاخرنا كتير في موضوع الطاقات الجديده المتجدده، لان مصر طبعا الحمد لله عندها يعني ما يؤهلها لذلك بالظبط. والطاقه الرياح احنا اتاخرنا كتير، ولذلك وزاره الكهرباء بصراحه في وجود الدكتور محمد شاكر معالي وزير الكهرباء كان سبب رئيسي انه يدعم او يساعد المستثمرين اللي شغالين في هذا المجال، ولذلك كانت التعريفه يمكن اتقسمت على مرحلتين، لكن في كلتا المرحلتين هذه التعريفه جاذبه فعلا. يمكن الاسعار قلت دلوقتي، التعريفه قلت بشكل كبير، لكن في البدايه عشان كان يشجع المستثمرين حقيقي كانت التعريفه جاذبه جدا للاستثمار. وانا عايز اقول لحضرتك برضه حتى احنا موجودين معانا الاي اف سي واي بي ار دي اللي هي البنوك الدوليه، يمكن اكبر البنكين بيمولوا هذه المشروعات. مهندس هشام، هل توصيل الطاقة الشمسية لأسطح المنازل والمولات والمصانع أصبح استثمارا؟ طبعا ده بشكل كبير، لان احنا خلينا نفهم الناس ان طبعا زي دول اوروبا النهارده تقدر حضرتك تستعين باحدى الشركات المؤهله او الشغاله في هذا القطاع الطاقه الشمسيه، ويركب لك على الروف او المكان المتواجد فيه سواء منزلي او تجاري، بحيث ان يقلل لك جزء كبير، لان الطاقه دي مش بتتخزن دلوقتي. الفكر زمان كان الناس بتخزن الطاقه الشمسيه في بطاريات، هذا الفكر اختلف في شكل كبير. انت النهارده الكهرباء بالطاقه الشمسيه بتنتج مباشره على الاون جريد او على الشبكه مباشره، ويتم تركيب من شركه التوزيع اللي موجوده، سواء حضرتك بقى مصنع او مول او منزل او فيلا تقدر تركب هذه المحطه بتستعين باحدى الشركات. وفي على فكره كمان بعض البنوك بتمول هذه المحطات الصغيره، بحيث ان انت تقدر توفر جزء كبير من استهلاكاتك. طبعا هي الطاقه الشمسيه بتنتج بالنهار بس، وحضرتك بتستهلك بالليل وبالنهار، فبيركب عداد اسمه نيت ميترنج او صافي القياس، بحيث ان بتنتج طاقه شمسيه او طاقه كهربائيه من الطاقه الشمسيه بالنهار وبتستهلك بالليل والنهار، وفي اخر ونهايه كل شهر بيتم عمل مقاصه ما بين الانتاج والاستهلاك، ويوفر لك جزء كبير من استهلاكاتك. نقدر نقول ان الطاقه الشمسيه موفره اكتر من الطاقه العاديه؟ طبعا هي موفره، على الاقل بتحقق لك جزء من، انت كانك بتنتج لنفسك طاقه كهربائيه من الطاقه الشمسيه، وبتوفر لك جزء كبير جدا من استهلاكاتك. خلاف طبعا ان النهارده لما بتنتج لنفسك او جزء من هذه الطاقه بينزل لك الاستهلاك من شرايح اخرى. يعني النهارده لو احنا بنقول مثلا المواطن اللي بيستهلك 1000 كيلو واط، لو هو النهارده استهلك 1000 كيلو وانتج من المحطه دي 600 700 كيلو، فبالتالي بتنزل له الشريحه في المحاسبه للفرق ال 300 كيلو اللي استهلاكاته لشريحه اقل، فهنا وفرت كبير جدا على المواطن طبعا. كيف يتم ذلك، وما وسائل الاتصال بشركاتكم للتوضيح او الاتفاق معكم بشان تركيب الطاقه الشمسيه؟ هو الحقيقه طبعا احنا عندنا ويب سايت، عندنا كول سنتر، عندنا تقدر يتم التواصل من خلال احنا لما حد بيبقى عنده احتياج لهذا الامر سواء مصنع او سكني، احنا عندنا قطاع من المهندسين والفنيين بيتم معاينه المكان، وبنبدا نشوف احماله ماشيه ازاي، نبص نشوف الروف او المكان اللي نقدر نركب فيه، وبعدين بنعمل الديزاين والدراسات الخاصه وما بتاخدش وقت كبير على فكره. والتكلفه حتى لو كانت الى حد ما على المواطن اعلى شويه، لكنها على المدى بتوفر له جزء كبير. يعني في خلال على الاقل احنا خلينا نقول مثلا كده في خلال 5 سنين يقدر يرجع ثمن المحطه دي من الجزء اللي بيوفره في الاستهلاكات. وطبعا عمر المحطه دي 25 سنه، فالنهارده عنده 20 سنه بتوفر له طاقه كهربائيه داخل المكان اللي قاعد فيه، او سواء مصنع او مول او وات. اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس هشام الجمل، مدير عام شركة انفينيتي انرجي للطاقة ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بنبان. وبرحب بحضرتك معايا. اهلا بيك. بيختلف مكان من منشأة لمنشأة، يعني مثلا عندنا في مصر في أبراج، في عمارات، في فيلل. ازاي اقدر مثلا لو انا عندي عماره وحابب ان انا اركب عليها لوحه شمسيه والمواطنين الساكنين يقدروا يستفيدوا من هذه؟ هو طبعا اللي يهمنا في الاول ان يكون في مساحه نقدر نركب فيها، وهذه المساحه تملكها. فاذا كانت على الروف، هذا الروف او السطح المنزل او سطح، طبعا لو بنتكلم في التجاري فبيبقى المكان ملك التجاري، لكن لو بنتكلم على الساكن لازم يبقى حاجه على الاقل خاصه، او على الاقل الساكن اللي موجود يملك او ليه حق انه احنا نركب له هذه المحطه فوق سطح المنزل. بصفتك رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع في بنبان، بما تدعو شباب تلك المدينة التي أصبحت ذات صيت عالمي، وما دور الجمعية في إزالة العقبات أمام المستثمرين؟ طبعا خلينا نقول احنا المشروع كان مش مجرد ان احنا مشروع بنبان، مش مجرد ان احنا بندي مرتبات او بندرب العماله وفقط، لا المشروع ده المهم احنا ليه دور مجتمعي، ولذلك احنا اسسنا الجمعيه اللي موجوده في بنبان لثلاث محاور. المحور الاولاني ان يبقى عندنا كيان للمستثمرين يقدر يتحدث ويتعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه بحيث ان احنا نذلل اي عقبات خاصه بالمستثمرين. رقم اتنين، في شركه، طبعا مشروع على مساحه كبيره جدا، ففي شركه خدمات موجوده كبيره احنا اللي بنديرها وبنراقب عليها وبنتابعها. رقم ثلاثة وهو الاهم اللي هو دور المجتمع المدني، وده اهتمام المستثمرين الحقيقه والبنوك المموله، ان لازم يبقى ليه دور المشروع، ليه دور وعائد على المجتمع القريب من المحطه. واحنا بنتكلم في 4 قرى تقريبا، بنبان قبلي وبنبان بحري والمنصوريه والرقبه. عايز اقول لحضرتك ان احنا في خلال 4-5 سنوات الماضيه عملنا مشروعات كبيره جدا ودربنا شباب بشكل كبير وسيدات، وعملنا نول وعملنا لهم حرف مهنيه وادينا لهم تمكين اقتصادي، وعملنا جزء يمكن عندنا مركز كلى شاركنا بيه هنفتتحه في خلال ايام. يعني شاركنا وما زلنا على عمر المشروع مستمرين بضخ استثمارات او مساعدات لاهالي هذه القرى. أجندتك المستقبلية بها الكثير من الأفكار التي تضيف للطاقة المتجددة صناعات أخرى مساعدة، فما هي؟ هو طبعا احنا الحقيقه الشركه زي ما قلت لحضرتك بدانا احنا اهتمامنا بشكل كبير جدا ناحيه الطاقه الجديده. مش عملنا الطاقه الشمسيه، احنا كمان داخلين في طاقات الرياح. في طبعا في مؤتمر المناخ يمكن اكثر من تم توقيع اكثر من 23 MOUs او مذكرات تفاهم للجرين هيدروجين او الهيدروجين الاخضر شاركين فيه. احنا الحمد لله كمان كشركه انفينيتي، او بالاخص احنا عندنا شراكه ما بين مصدر شركه ابو ظبي طاقه المستقبل اللي هي مصدر الاماراتيه وشركه انفينيتي باور وحسن علام. هذا التحالف يمكن احنا كمان وقعنا عدد من العقود الخاصه بطاقه الرياح بالجرين هيدروجين. احنا كمان كشركه انفينيتي باور اللي فيها انفينيتي انرجي ومصدر الاماراتيه استحوذنا من ما فيش منذ ايام على شركه ليكيلا، هي اكبر شركه خاصه موجوده في افريقيا عامله مشروعات خاصه بالرياح يمكن اكتر من جيجا. دي الحمد لله تم استحوذنا عليها بالكامل. عندها مشروعات داخل جمهوريه مصر العربيه، في مشروع طاقه الرياح، في مشروع في دوله السنغال، في مشروع في ساوث افريكا. احنا كمان كشركه انفينيتي باور بنتوجه غير ان احنا بنشتغل في مصر، احنا بننظر لافريقيا لانها ده سوق واعد جدا للطاقات الجديده سواء رياح او طاقه شمسيه. بالتوفيق دائما ان شاء الله. محاور الطاقه البديله النظيفه شمسيه ورياح كصناعه جديده، ماذا اضافت للمجتمع المحلي والدولي؟ هو طبعا عايز اقول لحضرتك احنا طبعا احنا تغيير المناخ بشكل كبير جدا بسبب اكتر المحطات اللي هي بتشتغل بالوقود الاحفوري سواء المازوت او الغاز، ده بيؤدي الى نسبه تلوث. وطبعا احنا كلنا شايفين ان لا الصيف هو الصيف ولا الشتاء هو الشتاء زي من 20 مع تغيير المناخ بالظبط. فتغيير المناخ ده السبب والاحتباس الحراري اللي موجود في الكره الارضيه، ولذلك دايما كل سنه بقى في كل دول العالم بتهتم جدا بالمناخ ده بشكل كبير، ولذلك هو الاهتمام الاكثر نحو الطاقات النظيفه بكل اشكالها حتى بما فيها السيارات الكهربائيه لتقليل نسبه التلوث اللي موجود واللي يؤدي الى تغيير المناخ اللي احنا فيه. دايما حضرتك بتفتخر ان شركتك سباقه في توفير بنيه استثماريه جديده وهي الطاقه البديله النظيفه الذكيه التي توفر فرص عمل برواتب مجزيه، اشرح لنا ذلك.
هو طبعا احنا يعني غير ان احنا بنستثمر في الطاقات الجديده المتجدده، اهتمامنا قوي جدا بالاستثمار في الافراد. فعلشان تستثمر في العماله وكل ما هو موجود في كيان الشركه، الهيكل الوظيفي، لازم يبقى عندك رقم واحد، لازم يبقى في اجور مجزيه، لازم يبقى في حوافز، وده بنعملها بشكل كبير جدا. بنعمل لهم بشكل كمان تدريبات، سواء بياخدوا كورسات داخل جمهوريه مصر العربيه او بنسفرهم ياخدوا كورسات بره خاصه عشان يبقى في النو هاو او الخبرات اللي موجوده مع الجهات الاجنبيه احنا بنستعين بيها. فده بنهتم جدا بالاستثمار في العماله والافراد الموجودين عندنا. لو اتكلمنا عن العائد الاقتصادي من تصدير الطاقة النظيفة، وازاي نقدر نستفيد منها بصورة كبيرة؟ هو طبعا احنا خلينا نقول في فائض عندنا في جمهوريه مصر العربيه. احنا بنتكلم بشكل حكومي، يعني لو بنتكلم على قطاع وزاره الكهرباء، حقيقه طبعا موقع مصر موقع استراتيجي ما بين اسيا وافريقيا واوروبا. في وزاره الكهرباء هي بالفعل في خط ربط بينها وبين ليبيا والاردن والسودان، بنضخ كهرباء. في خط ربط هيتم ما بيننا وما بين المملكه العربيه السعوديه يتم تنفيذه. صحيح بيبقى وقت الذروه عندهم غير وقت الذروه عندنا، لكن هيتم تركيب هذا الخط بما يقرب من 3000 ميجا. ايضا كمان احنا لازم نتوجه الى اوروبا، لان طبعا احنا عندنا طاقه شمسيه، عندنا طاقه رياح، عندك فائض كبير جدا تقدر تصدر الطاقه الكهربائيه الصادره بالشكل ده. فمن خلال قبرص واليونان وايطاليا سيتم ضخ او عمل خطوط ربط. والحقيقه وزاره الكهرباء هتستعين بالقطاع الخاص، لان دي مشروع ضخم جدا عائد تكلفه كبيره، فهتستعين بالقطاع الخاص للعمل في مجال خطوط الربط وتصدير الكهرباء. مهندس هشام، لو اتكلمنا عن شركة انفينيتي، وهي تعتبر الشركة الكبرى في تصنيع وتوريد عدادات شحن السيارات الكهربائية، يا ريت حضرتك تحدثنا عن هذا. هو طبعا احنا نفس الكلام اللي شايفين ان العالم كله رايح ناحيه الطاقات النظيفه. وعايز اقول لحضرتك ان احنا دول اوروبا وامريكا والصين بدات لحد كبير بنسبه كبيره جدا بقى التوجه ناحيه ايضا العربيات او السيارات الكهربائيه، لما فيها على فكره توفير كبير جدا. مش مجرد كمان التوفير ان انت بتقلل نسبه التلوث، لا بالعكس، كمان احنا بنقول مثلا لو بتمون عربيتك العاديه ب 500 جنيه بنزين، انت تقدر تشحنها يعني بحوالي 40% 200 جنيه. ده بيخص التكلفه يعني. بالخلاف طبعا ان السياره الكهربائيه ما فيهاش بقى موتور وما فيهاش زيوت يعني فيها حتى الصيانه العاديه اللي موجوده في السياره العاديه مش موجوده في السياره الكهربائيه. ولذلك دول العالم وكل اللي شغالين في صناعات السيارات الكبيره بما فيها الشركات العالميه عندها نسبه كبيره دلوقتي من انتاجها هو سيارات كهربائيه. يعني انا شايف الرؤيه ان في خلال 10 سنين قد تتلاشى السيارات اللي شغاله بالبنزين او السولار. فمن هنا احنا بدانا عملنا شركه اسمها شركه انفينيتي اي، دي خاصه بالاي في او التشارجرز، شواحن السيارات الكهربائيه. احنا بنتكلم بدانا فيها يمكن من 4 سنين كنا شايفين الرؤيه دي. صحيح ما بنحققش مكسب الى الان لان العربيات مش كتيره، لكن احنا باصين على المستقبل وده اللي جاي. يعني يمكن احنا دلوقتي بنتكلم عندنا حوالي ما لا يقل عن 170 محطة شحن سيارات كهربائية بعدد كبير. بنغطي الطرق السريعة، بنغطي لغاية المدن البعيدة، لأن المواطن مش هيقدر يشتري سيارة كهربائية لما يكون في محطات بالظبط. لا محطة. هو صحيح ميزة العربية الكهرباء تقدر تشحنها في بيتك، لكن النهارده حضرتك مسافر لازم بتهتم ان يبقى على الطرق. السيارة الكهربائية اقدر اشحنها في البيت عندي؟ على المستوى العالم حتى النسبه بيقول لك 70% بيشحن في البيت، 30% بيشحن على الطرق. فالنهارده تقدر غير البنزين طبعا تقدر تشحنها في البيت، لكن خرجت حضرتك سافرت لازم بيكون في محطات. احنا ده اهتمينا بيها، فمتواجدين بشكل ان شاء الله نغطي كل انحاء الجمهوريه. متوقع يعني خلال السنه نوصل ل 200 محطه، السنه الجايه 300، ومستمرين في زياده او التوسعات في محطات الشواحن السيارات الكهربائيه. أخيرا وليس مؤخرا، بخبرة حضرتك وبتاريخك في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، ما الذي ينقص مصر في الطاقة المتجددة والعوائق اللي بتقابلكم وازاي بتقدروا انكم تتغلبوا عليها؟ هو طبعا خلينا نقول الحقيقه الدوله المصريه اهتمام زي ما قلنا كبير بشكل رهيب. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان التوقعات اللي تمت فيما يخص طاقه الرياح اللي ما اتكلمناش عليها، لما بنتكلم ماضينا ام او يوز او مذكرات تفاهم. احنا ماضينا بالاخص بالتحالف اللي قلت لحضرتك عليه حوالي 10 جيجا من او 10000 ميجا وات من انتاج الكهرباء من طاقه الرياح، ودي اكبر مشروع على مستوى العالم، ما حصلتش قبل كده.
احنا بنتكلم في حجم استثمارات مشروع زي ده ما لا يقل عن 10 مليار دولار. ولو ده تم ان شاء الله يعني بعد الدراسات اللي بنستلم الارض، كنا معالي دوله رئيس الوزراء الاسبوع الماضي، بحيث ان احنا خدنا الاتاحه ان احنا ننزل نشتغل ونعمل قياسات ودراسات والدراسات البيئيه على الارض، بحيث ان احنا ننفذ المشروع ده على مراحل، ناخد 2 جيجا وتتوالى بقيه المشروع في خلال 7 سنين، عشان نحقق خطه الدوله في 2030 نوصل 42% من انتاج الطاقه الكهربائيه من الطاقه الغير متجدده. وغير ان دي طاقه نظيفه وطاقه خضراء وغير ملوثه، هي بتوفر للدوله المصريه، لو عملنا مشروع بالشكل 10 جيجا ده، توفر للدوله المصريه ما لا يقل عن 5 مليار دولار سنويا من التوفير الغاز اللي كان بيستخدم في المحطات. فده حقيقه طبعا يعني الدوله المصريه باهتمام غير طبيعي، لان عايز اقول لحضرتك في مشروعات اخرى نفس مشروعنا بشكل يعني نوصل ل 28 جيجا، يعني احنا 10 منهم. فده لم تحدث في العالم كله ان حد وقع هذه الاتفاقيات. والجميل في الموضوع دايما اقول ان مش مجرد دي مذكرات واوراق اتمضت، لا، ده بتتنفذ على ارض الواقع. كلنا هننزل على ارض الواقع، كلنا بنتعامل مع جهات التمويل. المشاريع دي هتتم بالفعل داخل جمهوريه مصر العربيه. بنتكلم على العوائق، يعني احنا نتمنى طبعا ان يكون في بعض المدخلات الخاصه بالمشروعات طاقه الرياح، التوربينات وما الى ذلك تتم تتصنع في مصر. نحاول نوفر بس يعني ايه، وطبعا في بالنسبه للدخول او استيراد الحاجات دي بتبقى نسبه كبيره جدا معفيه من الجمارك، لكن هي توفير بس العمله هي دي اللي يمكن بتقابلنا، بس ان شاء الله نشوف لها حل مع الحكومه المصريه باذن الله. مهندس هشام الجمل، مدير عام شركه انفينيتي انرجي للطاقه ورئيس مجلس اداره جمعيه مستثمري بنبان، انا بشكر حضرتك الحديث الشيق والممتع يا فندم. شكرا يا فندم وشرفتونا. وفي نهاية حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي أمتعنا بحديث الشيق، وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.